اول حاجه ان هو علشان يستاهل الطرد لازم يبقى فيه انفراد للعيب انبي مستحوذ على الكوره وعنده فرصه ان هو يسجل هدف. طيب هل لعيب انبي حصل معاه المواقف اللي انا قلتها ديت؟ لما نشوف اول حاجه هنا من الزاويه ديت لعيب انبي قدام الكوره، فاصبح هنا اللاعب ما عندوش اي فرصه ان هو يسجل هدف. اول حاله هنشوفها مع بعض هنا خطا على لاعب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لاعب انبي، هنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لاعب انبي. هنشوف مع بعض هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد وبيشد لاعب النادي الاهلي، هنا برضو الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لاعب النادي الاهلي، برضو اللاعب بيستخدم اليد هنا مع لاعب انبي، هنا برضو الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لاعب انبي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم وفيه تدخل بقوه على لاعبي النادي الاهلي، هنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها والحاله دي مهمه جدا، هنا الحكم طرد حارس مرمى النادي الاهلي وبعد الرجوع للفار لغى الطرد وحسب مخالفه وادى لاعبي النادي الاهلي انذار. فتعال نشوف ليه عمل كده. طيب هل هنا لعيب النادي الاهلي او حارس مرمى النادي الاهلي يستاهل الطرد ولا لا؟ اول حاجه ان هو علشان يستاهل الطرد لازم يبقى فيه انفراد للعيب انبي مستحوذ على الكوره وعنده فرصه ان هو يسجل هدف. طيب هل لعيب انبي حصل معاه المواقف اللي انا قلتها ديت؟ لما نشوف اول حاجه هنا من الزاويه ديت لعيب انبي قدام الكوره، فاصبح هنا اللاعب ما عندوش اي فرصه ان هو يسجل هدف زي ما احنا ما شايفين مع بعض. بص انا معلم على الكوره ولعيب انبي سبق الكوره خلاص، يعني هو حب يلعب الكوره فما عرفش يلعبها. طيب لو الكوره دي قدام لاعب انبي وحارس مرمى النادي الاهلي ما صدهاش هيبقى طرد ما فيهاش اي كلام. طب لو لمست يد لعيب النادي الاهلي طرد ما فيهاش اي كلام. لكن هنا لعيب انبي سابق الكوره، فطالما سبق الكوره ما عندوش اي فرصه يسجل هدف زي ما احنا ما شايفين مع بعض. بعد كده وصل وحصل معاه لعيب النادي الاهلي التحام باليد زي ما احنا ما شايفين مع بعض. طيب هل هنا برضو اليد فيها تعمد ان هو يضرب لعيب انبي؟ اي لاعب وهو بينط في الهواء هتلاقي ايديه بتتفرد، اي لاعب وهو بينط اليد بيبقى ليها يعني حركه طبيعيه، فهنا يعني التعمد مش موجود لكن المخالفه موجوده والانذار مستحق لكن مش طرد. فطبعا هنا تدخل الفار قرار صحيح من الحكم. نروح للحاله اللي بعديها وهي ضربه الجزاء بتاعه فريق نادي انبي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي لعيب النادي الاهلي عمل التحام في ظهر اللاعب وطبعا هنا الاتهام موجود وضربه الجزاء صحيحه واكد عليها كمان حكم الفار. لما نشوف بقى بعديها لعيب النادي الاهلي كان بيطلب ضربه جزاء. طيب برضه هنا في التحام في ظهر لعيب النادي الاهلي، الالتحام ده قبل الكوره ما توصل للاعب الاهلي ولاعيب انبي. طيب لاعب النادي الاهلي هو اللي قدام لاعب انبي، يعني لو ما فيش التحام معاه ممكن يطلع ويلعب الكوره، يعني ممكن يطلع في الهواء ويلعب الكوره. لكن هنا التدخل قبل لاعب انبي ما يلعب الكوره منع لاعب النادي الاهلي ان هو يشترك بقوه في الكوره، فهنا برضه كان لازم الفار يتدخل في اللعبه دي. نروح للحاله اللي بعديها برضه هنا لعيب الاهلي كان بيطلب ضربه جزاء. تعال نشوف مع بعض من الزاويه ديت. بص هنا على ركبه لعيب انبي هتلاقي وهو نازل عمل التحام في قدم لعيب النادي الاهلي وبعد كده الالتحام استمر لحد ما بقى فيه التحام زي ما احنا ما شايفين مع بعض. اي لاعب القدم بتاعته بالطريقه ديت مش هيعرف يقف عليها، لازم يقع. فلاعيب النادي الاهلي طبعا وقع، الفار ما اتدخلش والحكم ما حسبهاش وما حصلش اي حاجه في اللعبه دي. برضه هنا قرار خطا من حكم الفار. نروح للحلقه اللي بعديها وهو الهدف اللي اتلغى لفريق نادي انبي بدايه التسلل. شوف مع بعض لحظه لعب الكوره هتلاقي اللاعب اللي انا معلم عليه بالسهم دوت سابق كل مدافعين النادي الاهلي، فطبعا هنا الغاء الهدف قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها هنا لعيب النادي الاهلي كان بيطلب المخالفه. لما نشوف مع بعض هتلاقي في التحام مع لاعب انبي والحكم كان قريب جدا من اللعبه دي لكن ما حسبش حاجه. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه النادي الاهلي وفريق انبي.